لكل اللي بيعاني من حبوب تحت الجلد، بذور سودا، بذور بيضاء، يتفرج على الريل ده عشان هيفرق معاه قوي. والحاجات اللي هتكلم عنها هي من اوريجينال فارما، البراند دي مصريه 100%. جربت منهم لاين حلو قوي اسمه ديرم كلير، غسول فوم وكمان جل جدا يا جماعه. ده غسول فوم، عايزه اوريكم قوامه. هو بيجي بسبونج كده. السبونج دي بصراحه مش بستخدمها كل يوم، بستخدمها مثلا مره في الاسبوع. عايزه استخدمها برش على طول على بشرتي بعد ما بل بشرتي، وابتدي ان انا اعمل زي مساج كده خفيف للبشره وانا بغسلها. لو مش عايزه استخدمه فبستخدمه عادي على ايدي كده وبطلع الفوم واستخدمه. مكوناته بجد عظيمه جدا، معظمها للتقشير وقتل البكتيريا، ودول اكتر حاجتين البشره الدهنيه بتحبها، زي الساليسيليك اسيد والسلفر وكمان الهالورونيك اسيد، وفي كمان لاكتيك اسيد وجلايكوليك اسيد، وكمان في تي تري اويل وده لقتل البكتيريا، وليكشر اكستراكت وده بيعمل للتفتيح. مواد مرطبه حلوه جدا، وده علشان هو بجد بينظف البشره من غير ما ينشفها، زي البنسينول والالوفيرا اكستراكت والكامومايل اويل جل. وعايزه اقول لكم هو الفورمولا بتاعته جل علشان خاطر يكون امتصاصها اسرع للبشره، وكمان تستفاد بالمكونات بتاعته. مش عارفه ابتدي منين ولا منين، بس هو فيه 2% ساليسيليك اسيد وفيه كمان 2% سلفر وزيت شجره الشاي، وطبعا دي مواد فعاله قويه جدا، علشان كده حاطين كمان معاه مواد مرطبه زي البنسينول والالوفيرا. اول حاجه بلجأ لها كده اول ما يطلع لي حبوب الروتين ده، بستخدم الجل ده كل يوم بالليل حبايه بس. طبعا الغسول بستخدمه مره الصبح ومره بالليل. الجل ده بحس بحرقان لمده 5 ثواني كده، وبعديها خلاص بنام بيه عادي من غير ما اغسله.